جات الصيف وجيرو قال انتهى فصل الدراسة وأنا وأكاري لسه مع بعض. يا ترى ساكورا هتقضي عطلة الصيف فين؟ أكيد هترجع البيت. هنا بيبص على الورقة دي. كامو قال له احنا لازم ندور على شغل علشان نصرف على نفسنا، بس أهم حاجة لازم نروح المسبح علشان نغير جو. وبتقع منهم الورقة. بتيجي ساكورا وبتديها لهم. هنا قالت لهم أنا ومينيتشان دورنا على شغل، يعني شغل جزئي، علشان عايزة أجرب أجواء الشغل وكده. هنا كامو قال له انا وجيرو كمان هنشتغل. طبعا اتفاجئت وقالت اتمنى ان احنا نشتغل مع بعض ونعمل جهدنا، يلا انا رايحه. هنا جيرو قال هو انا دلوقتي هعمل ايه؟ يعني هكون مع ساكورا ولا مع اكاري؟ وطبعا كامو قال له يا بختك عندك اتنين. قال له انت اصلا ما تعرفش اكاري. هنا قال له مفيش مشكله، اهم حاجه هننبسط. ولما بيرجع البيت بيلاقي اكارا لابسه لبس السباحه وبتقول له ايه رايك؟ طبعا كان مكسوف. هنا قالت له اسفه ما كانش قصدي، وقال لها وانا عملت حاجه غلط، بس بصراحه لبسك كده مش مظبوط يعني. وغيرت الموضوع. قالت له على فكره انا لقيت شغل جزئي. بيقول لها عادي انا كمان هشتغل. بصت له كده وقالت له هو انت ليه مش بتعترف ان انت مش عايز تبقى لوحدك؟ حضنته وقالت له هو انت ليه بتعمل معايا كده؟ وهوب ارتفعت النقط. قالت له انا خلاص خلص دوري. قال لها طبعا. هنا قال على فكره انا زي اي راجل بحب اشوفك باللبس ده، مش ضروري تلبسي كده. قالت له بجد؟ ما تيجي انت كمان الشاطئ. وبيكتشفوا ان هما مع بعض في نفس الشغل وراحوا كلهم سوا. طبعا ساكورا اتفاجئت وقالت انا لازم اعمل كل جهدي، وده المكان اللي هيبقوا فيه البنات لوحدهم والشباب لوحدهم. هنا قالت لهم دي احنا هنلعب مع بعض وهنقضي وقت جميل، وده اللبس الشغل. طبعا كانت مينيتشان مكسوفه. ابتدى يشرح لهم عن طريقة الشغل. كامو قال لجيرو انا مبسوط علشان هنشتغل مع بعض، والا كنت هزهق. قال له ما هو واضح من اللبس ده وكمان الاكسسوارات اللي انت لابسهم. قال له على فكرة اخي هو اللي اشتراني اياهم، وانت عارف ان انا بحب الاكسسوارات يعني. على فكرة دي فرصتك علشان تتقرب من البنت اللي انت بتحبها. طبعا ساكورا مش هتضيع فرصتها وقالت له انا اخترت الطبخ واتمنى ان احنا نكون مع بعض علشان هكون مرتاحة، ممكن تشتغل معايا في المطبخ؟ قال لها طبعا. وطبعا اكاري كانت مع مينامي وكانت مبسوطة. قالت انا مش عارفة ليه مبسوطة للدرجة دي. هنا كان كيمو بيبص عليها علشان هو كمان معجب بيها. وقالت له البنت دي هو انت مش بتبص علينا كده ليه؟ وطبعا ما كانش منتبه لحد ما قالت اكيد اكاري بتحب الايس كريم ده. قال لها وريني. قالت له بس بهزر معاك. قال لها ممكن ما تهزريش معايا في المواضيع دي. هو انت زعلت؟ وكمان شكله بقى مخيف. طب لو اكاري ومينامي ابتدوا يحبوا بعض هتعمل ايه؟ قال لها مستحيل يحصل كده. وطبعا مينيتشان قالت لساكورا الشغل معاكي في دوام جزئي فرصة نادرة، وشكرتها. قالت لها دلوقتي وقت الجد، ونادت لجيرو علشان يساعده في حجة ان هو يجيب لهم الكريم. وطبعا قالت مينيتشان اتكل انا بقى. وهي رايحة بيجي كامو. قالت له تعالى هنا مش وقتك خالص. هنا قالت لجيرو لازم تحضر الكريم بالطريقة دي. وقال لها بصراحة صعبة، بتعمليها ازاي؟ قالت له لازم تضغط عليها كويس وشوية شوية هتحصل معاك. وبتيجي الكريم على وش ساكورا ووش جيرو. اعتذر منها. قالت له خلاص مفيش مشكلة. وابتدوا هما الاتنين بيضحكوا. قال لها بس الكريم لسه على وشك. قالت له ايه ده؟ ايه الاحراج ده؟ وحاول ان هو يشيلها الكريم، بس افتكرت كلام مينيتشن لما قالت لها دي فرصتك. مسكت ايده وقالت له جيرو ممكن من دلوقتي ما تعتبرنيش مجرد صديقتك. ابتدت تقرب منه وهو كمان. وهنا شافت اصحاب اكاري. طبعا اتكسفت. قال لها هو في حاجه؟ هنا قال لهم احنا اسفين قطعناكم، تقدروا تاخدوا راحتكم. ساكورا قالت المهم عملت اللي عليا وقلت له من دلوقتي ما يعتبرنيش كصديقته. اكاري قالت البحر والاجواء جميله جدا، وطبعا كانت مغيره المايو بتاعها. جيرو كان متفاجئ. قال يا ترى بسبب غيرت المايو بتاعها؟ بس ليه لبست كده؟ ولو كده ليه هي جنب مينامي مش جنبي انا؟ طبعا مينيتشان وساكورا مش بيعرفوا يسبحوا خالص، وقالوا الكلام ده لجيرو والكامو. ابتدوا يضحكوا. وقال لهم جيرو مفيش مشكله، في كتير بيجوا علشان يتفرجوا على البحر. قال لهم كامو اهم حاجه هنستمتع مع بعض. قال له جيرو ايه الاهبل ده؟ هنا قالت لهم ايه رايكم نروح المكان ده؟ والمكان ده الفندق. طبعا قال ايه ده؟ هي دي بتقول ايه؟ وراحوا ابتدوا يصنعوا القلعه دي. هنا كانوا مبسوطين، وطبعا كانت اكاري بتبص عليهم. قالت واضح ان هم مبسوطين. ايه اللي بيحصل هنا بالضبط؟ ولعبوا ورقه ومغص. وبيجي جيرو مع اكاري. قالت له دائما مع بعض وده ممل بصراحه. قال لها انا اسف علشان كل مره حظك بيجي عندي،
بس انا بجد تعبت من المفاجآت. وبيلاقوا الورقة دي عليها خصم 20%. قال لها بس احنا مش ثنائي. قالت له ما تنساش ان احنا متجوزين اصلا. هنا راحت علشان تشتري الورقة دي، والراجل ده قال لجيرو بجد انت محظوظ علشان معاك بنت قمر زي دي، وابتدى يضحك يعني انت مش فاهم حاجة. هنا راحت وهي زعلانة قالت له هو انت ليه بتتعامل معايا كده قدام الناس؟ لازم تظهر ان احنا بنحب بعض اصلا. وقال لها بس كده غالي والطلب رخيص. لما بيروح وبيرجع بيلاقي الاتنين دول معاها، وقالوا له بجد بنت جميلة وهتروح معانا. هنا بيمسكها من ايدها وقال لهم البنت دي تبقى مراتي. قال له بجد احنا اسفين ما كناش نعرف. هنا قال ايه ده، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ طبعا اعتذر منها. قالت له انت بتزعلني كده، مش ضروري تعتذر. قال لها بس مش عارف ازاي عملت كده. قالت له برضه هتعتذر؟ هنا قال لها طب هنعمل ايه دلوقتي؟ قالت له يلا خلينا نرجع. وابتدت تسحبه كده. قالت انا مش عارفه ليه بيعتذر مني، بس بصراحه عجبني، يعني في نظرها بقى راجل. هنا كانوا في المسبح مع بعض، وكل واحده بتحكي على الشخص اللي بتحبه. وطبعا ساكورا مش سهله وبتتصنت عليهم. كاري قالت لهم جيرو فوضوي، بس مع ذلك بنقضي وقت جميل، وكمان كل فتره بيحكي لي قصص. ساكورا قالت يا ترى ايه نوع القصص اللي بيحكي لي عليهم؟ هنا قالوا مينيتشن ما تيجوا تنضموا معانا، وبيروحوا. مينيتشن قالت لهم انا صحيح بيظهر عليا ان انا قاسيه، بس لازم اللي يتجوزني يكون بيحبني ويحترمني. قالوا ايه ده، ايه الكلام الجميل ده؟ كاري اعتذرت من ساكورا عشان بيتكلموا قدامها كده. قالت لهم مفيش مشكله. وقالت لها بس انت بنت مختلفه يعني. وطبعا كل واحده بتقول يا ترى جيرو بيحبني انا ولا التانيه. هنا وهي خارجه بتلاقي قدامها جيرو. قالت له ايه ده، هو انت احترقت من الشمس ولا ايه؟ قال لها ايوه. قالت له انا في عندي كريم، تعالى عشان ادهن لك ظهرك. وابتدت تدهن ظهره، وقالت الفتره دي قضينا مع بعض وقت جميل وكمان قريبين من بعض. هنا قال لها هو انت بتعملي كل ده مع الشباب؟ قالت له وانت قصدك ايه، مش احنا متجوزين؟ وفجاه بتيجي صاحبتها يعني غيرت الموضوع وقالت له عايزه عصير التفاح. جيرو اتوتر وقال تكامية انت طلبتي كولا، طب اكاري عايزه ايه؟ انا ما سمعتش. هنا زعلت وقالت له يا غبي انا عايزه عصير التفاح. جيرو قال اكيد دلوقتي اكاري هتموتني. مينيتشن راحت وابتدت تسال على اكاري. قالوا لها بصراحه ما شفناهاش. ساكورا قالت اكيد دلوقتي هيكونوا مع بعض، وبيعرفوا انه حتى جيرو مختفي. هنا طبعا مينيتشن حاولت ان هي تنسيها وقالت لها ما تيجي نتمشى، وفعلا كانوا مع بعض. جيرو اعتذر من اكاري وقال لها مع انه اصلا مش عارف السبب. قالت له اكاري يا غبي مادام انت مش عارف السبب ليه بتعتذر اصلا؟ وقال لها طب ليه انت زعلانه، ما تقولي عشان اعتذر منك. قالت له بجد انت غبي. هنا قال لها بصراحه هو انت غيرتي ولا ايه؟ اصلا ما فيش حاجه تخليكي تغيري. هنا قالت له هو انت بتقول ايه، مين قالك ان انا غيرت؟ وقال لها انا اقدر اخرج مع اي بنت انا عايز. هنا قالت له هو انت ليه بتقول حاجات تزعلني؟ بكره لما بنبقى بره البيت علشان ما بنبقاش متجوزين وانت بتعاملني ببرود ومش بتناديلي باسمي. قال لها بس كده علشان انا مش بناديلك باسمك انت زعلانه؟ قالت له انت عايز تقول ايه، عايز توصل لايه بالظبط؟ انا مستحيل اغير عليك اصلا. قال لها مادام كده مش هنسى وهناديلك باسمك اكاري. قالت له مكان من البدايه. وطبعا وهم بيتكلموا كده بيكونوا بيعدوا من قدامهم ساكورا ومينيتشن، وطبعا راحوا استخبوا. قالت له اكاري هنعمل ايه دلوقتي، المكان ضيق. قال لها جيرو هنتحمل بعض، واداته القلم ده. قالت له لازم تعمل حاجه، لازم نخرج من هنا بسرعه. وقالت له قول حاجه، هو انت هتبقى ساكت؟ وهنا قالت انا مش موجوده في قلب جيرو اصلا، انا كل الوقت وانا بجري ورا مينامي، ازاي هيحس بيا؟ وقالت بس انا مش عايزه يبعد عني خالص حتى في اللحظه دي، مع اني عارفه ان مشاعره تجاه ساكورا من اول مره قابلته عارفه ان هو بيحب ساكورا، بس انا مرتاحه وانا جنبه. قال لها هو انت بخير دلوقتي؟ قالت له هعمل ايه دلوقتي، بس امتى هنخرج من هنا؟ وبيسمعوا اصواتهم. هنا قالت لها ساكورا ايه ده، هو اشباح هنا ولا ايه؟ ابتدت تضحك مينيتشن. قالت لها مستحيل، انا هروح دلوقتي علشان اشوف، بس طبعا ما بتلاقيش اي حاجه. ولما بتروح بتقول لها ما فيش حاجه. اعتذرت منها ساكورا وقالت لها دلوقتي ارتحت، وابتدوا يتخانقوا مع بعض. وطبعا سمعوا اصوات مره تانية. ساكورا قالت لها اكيد اشباح هنا، يلا خلينا نروح بسرعه. اكاري قالت له كنا هننفضح. طبعا جيرو اغمى عليه. تاني يوم قال لها انا سمعت ان انت جبت حد علشان يشيلني وشكرها. قالت له وانا ما قلتلكش ما تعتذرش مني مره تانية من غير سبب؟ ده بيزعلني، علشان كده ما تعتذرش، واحنا لازم نقرب من بعض اكتر من كده. جيرو قال انت ليه بترفعي صوتك يعني؟ قالت له يا غبي بقالنا 4 اشهر متجوزين واحنا مش بنعرف اي حاجه عن بعض، واكيد ده مش كويس علشاننا، علشان كده لازم نعمل اي حاجه زي اي 2 متجوزين. ولا انت نسيت ان احنا لسه متجوزين يا غبي؟ وهوب اتغيرت شخصيتها للبنت اللطيفه. جيرو قال بنت جميله وفي نفس الوقت واثقه من نفسها وشخصيتها غويه. ساكورا ما نامتش طول الليل بسبب الاصوات اللي سمعتها امبارح،
ولما رجعت أكاري في آخر الليل سألوها قالت لهم كنت في الشاطئ. وفي نفس الوقت بيرجع جيرو. ايه الصدفة دي؟ ساكورا قالت أكيد كانوا مع بعض. تاني يوم قالت لجيرو صباح الخير. قالت له أكيد النهاردة هنشتغل مع بعض. قال لها طبعا، بس كان بيبص على البيجامة بتاعتها. أكاري قالت له هو أنت مكسوف من اللي حصل امبارح؟ ما تخافش، هيفضل سر بينا يا معلم. هنا قال دي طريقتها في الكلام. وقال لساكورا النهارده هنلعب القرعة. قالت له بس أنا خايفة، امبارح سمعت أصوات. قال لها ما تخافيش، أنا عارفة إن أنتي بتخافي بسهولة، عشان كده هكون معاكي. قالت له علشان كده بحبك، أنت حنون. طبعا اتفاجئ، وهي كمان ما عرفتش ايه اللي قالته. قالت له انا ما قصدتش اي حاجه. قال لها عادي، ما انا متعود. قالت له لازم اروح علشان ارمي الزباله. وهوب بيطب عليه كامو. قال له هو انت ليه الواحد اللي مبسوط وكل البنات حواليك؟ عندك اكاري وكمان ساكورا. هنا قال له انت فهمتني غلط. قال له ما انا فاهم. قال له علشان كده هنلعب قرعه، وبالقرعه دي هتختار يا تكون مع اكاري او مع ساكورا. وابتدت القرعه. هنا جاء قلب الكاكاري، بس ساكورا جات لها دورة الشمس وكانت زعلانه. قالت لها منيتشن ما تزعليش، انا هعمل كل حاجه علشانك. راحت عند كامو. قالت له ساكورا طلعت لها دورة الشمس ولازم نعمل اي حاجه علشان نجمع بينها وبين جيرو. قال لها طبعا، بس انت ليه بتعملي كل ده؟ هنا قالت له علشان هي صاحبتي، وبصراحه ما كنتش عارف ان انت واد جدع كده. قالت لها طبعا، مش جيرو صاحبي وانا بحب اجمع بين اتنين بيحبوا بعض، وانتي كمان على فكرة مش مقصرة مع صاحبتك. منيتشان شكرته وراحت وقالت اتمنى ان انا اكون صديقة كويسة واجمع بين ساكورا وجيرو علشان عايزة تشوف صاحبتها مبسوطة. طبعا كامو كان متفق مع جيرو علشان طلب منه ان هو لازم يجمع بين اكاري ومينامي، مش عايز يكون هو مع ساكورا واكاري تفضل لوحدها. وطبعا كامو وافق. هنا ابتدت القرعة، وكانت أكاري مع مينامي وجيرو مع ساكورا، بس كان على طول بيبص في أكاري. هنا طبعا كانت أكاري خايفة، بس مينامي مسك ايدها واتفاجئت. قال لها وانت زعلتي علشان مسكت ايدك؟ قالت له بالعكس. طبعا قالت لمسة ايد مينامي غير جيرو خالص، وقالت اهم حاجة ان انا دلوقتي مع مينامي وده الاهم. قال هو في حاجة؟ قالت له مفيش اي حاجة، بس يمكن وقعت تليفوني. ورجعت ساكورا وجيرو بس كانت خايفة. كامو قال له وانت عملت حاجة للبنت؟ قال له والنبي ما جيت جنبها. راحت وحضنت منيتشن وفضلت بتعيط، ودول بيتصلوا على اكاري بس مش بترد. جيرو قال هي فين دلوقتي اكاري؟ ودي قالت لهم ما تسيبهم لوحدهم، يمكن عايزين يفضلوا لوحدهم يعني. طبعا جيرو كان زعلان وقال هو انا ليه زعلان اصلا؟ خلاص احنا اصلا متفقين على كده. وده اتصلوا فيه وقالوا له الاجواء مش كويسه وهتبدا المطر، لازم ترجعوا. طبعا قال له ما تخافش، المكان امين واكيد هترجع يعني. واصحابها المخلصين، المخلصين قالوا دلوقتي المطر عشان كده لازم نرجع. اما بالنسبه لاكاري ما تخافش عليها، اكيد دلوقتي هتكون مع مينامي مش هيجرى لها حاجه. ساكورا قالت له لازم نرجع دلوقتي، بس اعتذر منها. قال لها مستحيل اسيب اكاري، لازم ادور عليها. ساكورا اتفاجئت، وكانت أكاري بتدور على تليفونها وما عرفتش من أي طريق هتروح منه، عشان كده قعدت في المكان ده وقالت سبت الموضوع لجيرو، أكيد هيدور عليا، دائما بسبب له المشاكل. هنا كان بينادي عليها بأعلى صوت، وحست كأنه بتسمع صوت جيرو، وقالت له أنا هنا. بس طبعا لقت قدامها مينامي، وكان هو المنقذ بتاعها يعني، مع انه لازم كان يكون جيرو. اما بالنسبة لجيرو فلقى تليفونها، قال اكيد دلوقتي هتكون هنا. هنا مينامي اعتذر منها، قال لها انا سبتك لوحدك. قالت له خلاص ما تعتذرش، مفيش مشكله. هنا راحوا المكان ده وقعدوا من المطر، واتصلوا بيهم قالوا لهم ما تخافوش، احنا دلوقتي مع بعض، ولما تهدى المطر اكيد هنرجع. وطبعا اكاري اعتذرت منه، قالت له سببت لك المشاكل. قال لها ممكن تقعدي علشان ترتاحي، بالعكس انا اللي لازم اعتذر منك، بصراحه تمنيت ان انا اكون مكان جيرو. قالت له طب انت ليه بتضحك دلوقتي؟ قالت له ممكن تسمعني؟ اعتذر منها وقال لها دي ردة فعلي، يعني انت بتحبي جيرو صح؟ وقالت له انت فاهم الموضوع غلط، الشخص اللي بحبه هو. قال لها بصراحة بس انا زعلان. هنا بتيجي ساكورا عند جيرو وقالت له خلاص قدروا يلاقوا اكاري، دلوقتي هي مع مينامي وهو اللي اتصل بينا، يعني خلاص ما تخافش، هما مع بعض واكيد دلوقتي هي في امان، بس تخلص المطر هيرجعوا. هو قال لها دلوقتي انا ارتحت. وقال لها هو انت جيتي علشان تقول لي كده وبس؟ قالت له بعت لك رسائل بس انت ما قريتهمش، علشان كده اضطريت اجي، واعتذر منها. قالت له يعني انت طول الوقت ده كنت بتدور على اكاري للدرجه دي انت خايف عليها؟ قال لها خلاص باين ان انا الوحيد اللي اتفاجأت، علشان مينامي هو اللي لقاها، انا بجد واحد فاشل. قالت له بس انت عملت اللي عليك. وهنا قالت له انا دلوقتي بحسد اكاري، الكل بيدور عليها ومهتم بيها، يعني اتمنيت اكون بدلها، يعني انا اللي متجوزاك. قال لها ما تخافيش، اصلا ما فيش اي حاجه بينا، وكاني مش متجوز، يعني احنا مش بنحب بعض.
بس تعابير وشه كانت بتقول غير كده، وساكورا كانت حاسة. هنا قال لها ما تقوليلي ايه اخبارك مع مينامي، هو انتوا يعني اتقربتوا من بعض ولا حاجة؟ اتكسفت وقالت له ما حصلش اي حاجة بينا. وقال لها طب ليه اتوترت كده؟ قالت له بس يعني ما حصلش اي حاجة علشان كده. قال لها بجد؟ هنا قالت له انا اسفة، يمكن اتوترت علشان كده انا لازم ارجع دلوقتي. قال لها بس المطر لسه ما خلصت. وهي كانت بتعيط. هنا حضنته وقالت له مش عايزة اشوفك قريب من اكاري، يعني بتغير عليه. وقالت له لو انت مش مهتم باكاري ممكن تثبت لي ده ونتكل احنا بقى ونرجع عند مينامي واكاري. قالت له هو انت ليه قلت انك زعلان؟ قال لها شعور اخ كبير لما بيعرف ان اخته الصغيره بتحب. قالت دلوقتي فهمت، يعني دلوقتي رفضني، بس انا لازم اعمل جهدي علشان وعدت جيرو لما نوصل للترتيب هنغير شركائنا. قالت له مينامي هو انت بجد بتعتبرني اختك يعني؟ اعتذر منها. قال لها اكاري انا عارف ان انتي بتحبيني. اتفاجئت. قال لها من الغريب ان الواحد ما يلاحظش يعني، بس بصراحة انا بحب بنت تانية. اتفاجئت وقالت له ساكورا يعني صح؟ ابتدى بيضحك. قال لها هو انتي بتقولي ايه؟ مستحيل مستحيل احب ساكورا، مفيش اي حاجة بيني وبين ساكورا. انا بحب بنت مفيش حد يعرفها، بس حب من طرف واحد ما عندوش اي مستقبل. انا عارف وجعه علشان كده مبسوط علشانك. انتي بتحبي شخص هو كمان بيحبك. قالت له بس انت فاهم الموضوع غلط، جيرو بيحب بنت تانية. قال لها يعني بيخرجوا مع بعض؟ قالت له لا مش كده. هنا قال لها خلاص مادام كده انت في عندك فرصة ولازم تعملي جهدك. قالت له طب لو قلت له وبقى الموضوع بينا غريب هعمل ايه؟ قال لها بس انا مش متعود عليكي كده، تعودت ان انا اشوفك متفائلة وبتعملي اي حاجة علشان توصلي للشخص اللي بتحبه. واعتذر منها علشان كان معاها لطيف وحبته. وقالت له بالعكس انا لما حبيتك كنت مبسوطه، ولما بتكلم معاك قلبي بيدق بسرعه. طبعا مينامي اتاثر وقالت له علشان كده انا ما حبيتكش علشان تعتذر مني، بالعكس انا بجد حبيتك. وابتدت بتعيط. قالت خلاص انا وصلت مشاعري لمينامي. لا انت اي شاب يتمنى يكون معاكي وجيرو اكيد هيفهم ده. قالت له خلاص انا هعمل جهدي علشان اكون مع جيرو وما ندمش بعدين. قال لها هو ده انا متعود اشوفك متفائله، ده بيلبق لك اكتر، وبالنسبه لي هحاول انسى الماضي. قالت له اكيد هتلاقي البنت المناسبه. هنا نامت وافتكر كلامها لما قالت له انت بتحب ساكورا. قال هو ايه اللي بيتقال ده؟ طب لو بجد طلعت الاشاعات دي هعمل ايه؟ اتمنى انه ما يطلعش الكلام ده عشان مستحيل اكون مع ساكورا، واتمنى انه اكاري تكون مع الشخص اللي بتحبه وساكورا كمان. وفي الحلقة القادمة اللي هي الأخيرة هنعرف ايه اللي هيحصل بينهم، مين اللي هتكون مع جيرو، ساكورا ولا أكاري، ومين فيهم أصلا تستاهل تكون مع جيرو. يمكن تكون في منافسة بينهم أو أكشن كمان. أكاري بعد ما عرفت انه مينامي بيعتبرها زي اخته الصغيرة جات المكان ده وابتدت تدعي انها تكون مع جيرو، وافتكرت الليلة اياها لما رجعت ساكورا وجيرو وكان واضح انه حصل بينهم حاجة، بس قالت انا هعمل كل جهدي. اما ساكورا بقى فافتكرت الليلة وقالت انا ازاي عملت كده، وكانت مكسوفة جدا. قالت كويس ان احنا دلوقتي في عطلة الصيف ومش هنشوف بعض، بس واضح انه أكاري وجيرو قريبين من بعض لانه كان بيتكلم عليها بطريقة غريبة وملامحه كانت غريبة كمان، وكمان كانوا دائما مع بعض ومبسوطين. طبعا جيرو كمان بيفكر في نفس الليلة وقال ايه اللي انا عملته مع ساكورا، اكيد دلوقتي بتكرهني بس الفرصة دي ما كانتش هتتعوض. طب ليه ساكورا اعتذرت مني؟ هي اللي طلبت مني ان انا اقرب منها اصلا، مش عارف هي ليه اعتذرت. وقال انا دلوقتي هعمل ايه؟ مش قادر ابص في عينيها. قرر ان هو يروح المكتبة وحط عينه على كتاب. لما راح علشان ياخده كمان ساكورا عايزة الكتاب ده وتقابلوا مع بعض. قالت له ما كنتش متوقعة ان انت هتكون في المكان ده. جيرو قال له وانا كمان بصراحة، بس هنعمل ايه، نصيب. انا جيت المكتبة علشان اشتري كتاب لاخويا الصغير، هو طلبه مني. جيرو قال له واخوكي لسه فاكرني؟ قالت له طبعا، ما انا دايما بحكي له عنك. جيرو قال ايه ده، هي قصدها ايه انها كل يوم بتحكي له عني؟ وقال لها خلاص مادام كده تقدري تاخدي الكتاب وانا بعدين هشتريه. وشكرته. قالت له كلك ذوق. جيرو قال واخيرا ارتحت علشان قابلتها وراح الغم من قلبي. فضلوا واقفين هنا وكانت المطر وما بيقولوش ولا كلمه. ساكورا قالت له هو انت ما عندكش مظله؟ جيرو قال لها بصراحه لا، بس هشتريها. وقال خلاص الكلام خلص هنا يعني، مش قادرين نقول لبعض اي كلمه يعني. قالت له ساكورا هو انت هتقبل تيجي معايا البيت؟ اصلا انا عندي تدريبات ومعاملات كتيره، طبعا لو موافق ان انت تيجي. جيرو قال طبعا ما عنديش اي مشكله، يمكن تكون دي فرصتنا يعني. ولما بيوصلوا البيت قالت له ساكورا استنى. قفل
قفلت الباب ورجعت فتحتها واتصرفت كأنهم متجوزين. قالت له اتفضل يا حبيبي. هو اتفاجئ ورجعت قالت له انا بس بهزر معاك. وهم قاعدين كانوا مكسوفين مش بيقولوا ولا كلمة. قال لها ريحتها جميلة، افتكرت عنها. قال لها القهوة ريحتها جميلة، اكيد جودتها عالية. قالت هو بيتكلم عن القهوة، انا بجد واحدة غبية. كان بيبص عليها وبيقول لبسها محتشم وكمان رموشها طويلة قوي. طبعا هي حست وقالت له جيرو هو في حاجة؟ قال لها مفيش اي حاجة، بس كنت ببص على الرواية بتاعتك، ممكن تديني اياها علشان اقراها؟ قالت له دي رواية بتتكلم على عطلة الصيف، تاخدها معاك لو عايز، بس لما تقراها رجعها. وقالت انا بلغت في الموضوع لما عزمته البيت، اكيد هو دلوقتي زهقان ومش قادر يقول ان هو عايز يروح، اكيد هو دلوقتي بيكرهني. حتى جيرو قال يمكن تكون ساكورا بتكرهني دلوقتي، هي مش زي البنات خالص، هي مختلفة. فجأة بتيجي وقالت له جيرو ما تيجي نروح السطح، اصل فيه قوس قزح واكيد هتحبه. هنا لما شاف المنظر ده قال بجد المنظر جميل. قالت له انا كمان اول مره اشوفه بالشكل ده. وقالت له ما تيجي نتصور مع بعض. قال لها جيرو لازم تبعت لي الصوره دي. قالت له طبعا. خلاص يمكن يكون ده الوقت المناسب، انا لازم اقول لها على كل حاجه. قال لها ساكورا، بس هوب بتوري له الصوره دي. ولما بيشوف اكاري طبعا بيغير رايه، خلاص مشاعره بتتلخبط. ساكورا قالت له هو انت كنت عايز تقول حاجه؟ قال لها بس كنت عايز اقول ان الصور جميله يعني. هنا قالت له خلينا نشوف المنظر ده. وقال مش عارف ايه يعني الصداقة والحب اصلا بيبدأ منين. ولما راح البيت قال وانا ليه غيرت رأيي؟ ليه ما قلتش لساكورا على كل حاجة مع انه كان الوقت المناسب وانا حلم ان انا اكون معاها؟ وهوب بيتصل تليفونه، بس قال يمكن يكون كامو. وابتدت اكاري تبعت له رسائل. هنا قالت انا بكره الملل، انا بجد متوترة. طبعا طلبت منه ان هما يخرجوا في موعد. وقال ايه ده، ايه الفخ ده؟ قال اكيد هتجيب صحباتها علشان يتمسخروا عليا. طب ارفض ولا ايه؟ بس انا قلت لها ان انا زهقان. وفي الاخير اضطر ان هو يروح وكل الوقت ده واكاري لسه ما جت. قال اكيد مش هتيجي زي ما توقعت، بتتمسخر عليا. وهوب بتطب عليه. قالت له مبسوطه علشان استناني، انا اخدت وقت طويل، انا بجد اسفه علشان انا نسيت تليفوني ورجعت اجيبه، بس كنت جايه جري يعني. قالت له وانت لسه زعلان؟ قال له خلاص مفيش اي حاجه، انا اللي اسف. هنا قالت له انا بجد عايزه اخرج معاك في موعد على فكره. وابتدى يبص عليها. قال هي دلوقتي جميله وكمان لبسها جميل. وقالت له انا مش لاقي اي حاجه البسها عشان كده اضطريت اشتري الفستان ده، كل ده علشانك انت. جيرو قال ايه ده، هي بتقول ايه؟ قصدها ايه انها كل ده علشاني انا؟ قلت له يلا بسرعة مش هنضيع وقت. طبعا مع أكاري مفيش حاجة اسمها ملل، في بس فرفشة. قالت له هنروح لكل الأماكن. هنا جابته للكافي ده وقالت له عايز تشرب ايه؟ قال لها أي حاجة مش فارقة معايا، على ذوقك يعني. هنا اختارت له الآيس كريم ده. قالت له أراهنك إن أنت أول مرة تيجي المكان ده. قال لها أيوة بس أنت بتيجي. قالت له طب أنت إزاي عرفت؟ قال لها ما هو واضح. هنا قالت له ممكن تديني أدوق من الآيس كريم بتاعك؟ اتفاجئ. قالت له يلا بسرعة. هنا لما دقت قالت له ايه ده مر خالص. قال ايه ده، ايه التعابير دي؟ وكان مكسوف. قالت له ممكن ما تتكسفش كده، انا كمان هكون مكسوفه. وقال هي اكاري كانت كده وانا ما كنتش شايفها. وجابته كمان المكان القطط، هي بتحب القطط قوي. وقال اكاري متعود ان انا اشوفها مبسوطه، وطبعا الابتسامه بتلبق لها. ما كناش متجوزين وعايشين مع بعض، ما كنتش هعرف عنها كل ده. وراح اخد لها الدبدوب، كانت مبسوطه. وقالت له انا دلوقتي هبعت لك كل الصور. وشكرها، بس قالت له قبل كده هوريك الصور اللي احنا صورناها. لما وريت له الصوره دي قال لها بس انا امتى تصورنا الصوره دي اصلا؟ قالت له الموظفه هي اللي صورتنا. هنا قال لها واضح ان احنا كاننا عيله. قالت له قصدك ايه؟ طبعا اكاري اتفاجئت لما قال لها وكاننا عيله. قال لها انا مش قصدي حاجه، بس بصراحه القط وكانه طفل يعني. وابتدت اكاري بتضحك. قالت له انت بجد شخص مضحك على فكره. هنا كانوا رايحين وقالت له احنا متعودين لما نروح البيت نرجع مع بعض، بس دلوقتي كل واحد هيرجع لوحده، هنعمل ايه يعني؟ خلاص دلوقتي عطلة الصيف ومش مضطرين ان هم يكونوا مع بعض في نفس البيت. كاري قالت له بس انا بحس بالوحده، وفي نفس الوقت قالت له انا بس بهزر معاك. هنا افتكرت ان هي ما اشترتش تعويضات الضريح. قالت له انا لازم اروح بسرعه، وده بيشتروه علشان يدعوا. راحت جري وهو كمان وراها. هنا شافتهم ساكورا واستغربت. قالت لهم هو انتوا بتعملوا ايه هنا؟ اكاري قالت لها احنا خرجنا مع بعض عشان نغير جو. ساكورا عرفت انه في بينهم حاجه. قالت لها طب دلوقتي راجعه البيت؟ اكاري قالت لها انا لازم اشتري تعويض الضريح علشان اروح المكان اللي انا متعوده عليه. ساكورا قالت لها انت متعوده تروحي، اول مره اتقابلنا هناك.
هنا طبعا استغربت إنه هي فاكرة. قالت لها إيه رأيك إنه نروح نتسابق مع بعض للمكان ده؟ قالت لها بس كده غالي والطلب رخيص. طبعا جيرو مش فاهم أي حاجة وابتدوا يجروا. هنا شافوا الأصدقاء مع بعض وكمان اللي بيحبوا بعض واللي متجوزين واللي عندهم أولاد، بس هما لسه مستنيين جيرو وكأنها دي رسالة إلهم. هنا بيوصلوا المكان ده مع بعض، كانوش قادرين يتنفسوا. ساكورا قالت لها أكاري انت بتجري بسرعة، وأكاري قالت لها وانت كمان. وبتيجي الست العجوزة دي قالت لهم هو انتوا بخير؟ أكاري قالت لها احنا بخير بس كنا بنتسابق أنا وصاحبتي. قالت لها انتوا بصراحة فاجئتونا مش كده يا جيرو؟ هنا اتفاجئوا. جيرو ايه الصدفة دي؟ طبعا زي جيرو بتاعهم ها. وفجأة بيجي جيرو كمان قال لهم ايه ده؟ هو ايه الطاقة اللي عندكم دي؟ وقالت لهم أكاري خلينا دلوقتي ندعي من قلبنا، واضطروا ان هم يدعوا هما التلاتة مع بعض. جيرو كان بيبص على أكاري وساكورا ومش عارف يختار بينهم. جيرو ابتدى يدعي جواه بس معرفناش اختار مين، أكاري ولا ساكورا. طبعا أكاري وجيرو وصلوا للمرتبة التالتة ولسه مع بعض ما غيروش شركاء حياتهم، وكأنه اختار أكاري وخلص الملخص. بصراحة ما افتكرتش ان الحلقة دي هتكون كده، يمكن يكون في موسم تاني مش عارفة. ما تنسوش الضغط على اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. استنوني في ملخص جديد. يلا سلام.